كان في مرة واحدة اسمها سارة، بنت في العشرينات، طول الوقت حاسة بتعب وإرهاق. بتصحى الصبح مش قادرة تفتح عينيها، بتحس إنها مش مركزة، مجهدة من أقل مجهود. ده غير إنها لاحظت إن شعرها بيقع كل يوم بكميات كبيرة، ووشها بقى شاحب. راحت لدكتور، وبعد تحاليل بسيطة اكتشفت إن عندها أنيميا بسبب نقص الحديد. الدكتور قال لها الحل بسيط يا سارة، في مكمل غذائي هيساعدك يظبط الدنيا دي كلها، اسمه فيروجلوبين كبسول. الكبسولات دي مش بس هتعالج الأنيميا، دي كمان هتحسن شعرك، بشرتك، وتديلك طاقة طول اليوم. النهارده بقى هحكي لكم حكاية الفيروجلوبين، وهنعرف سوا ايه هو ده اصلا، ومكوناته ايه، ازاي بيشتغل، اهم فوائده للشعر والبشرة والصحة عموما، كمان ازاي تاخده بطريقة صحيحة عشان تستفيد منه على الاخر. خليكم معايا عشان في الاخر هقول لكم نصايح مهمة جدا لو عايزين الحديد يمتص كويس في جسمكم. ويلا نبدأ الحكاية. تخيلوا معايا ان الفيروجلوبين هو بطل الحكاية بتاعتنا النهارده. الكبسولة دي فيها فريق قوي من العناصر اللي شغالة على صحة جسمك من كل الاتجاهات. تعالوا نعرف الفريق ده بيتكون من مين بالظبط. أول حاجة الحديد، وده البطل الأول في القصة. الحديد هو المسؤول عن تكوين الهيموجلوبين اللي بينقل الأكسجين في الدم، يعني هو اللي بيمد جسمك بالطاقة وبيخليك تقوم من السرير نشيط، وبدونه هتحس بتعب وهمدان طول الوقت. الزنك، وده مساعد البطل، دوره إنه يعزز المناعة ويزود مستوى الهيموجلوبين، يعني بيساعد الحديد يشتغل بشكل أفضل. كمان النحاس، تخيل إن عندك دهب ومش عارف تستخدمه، هنا بقى بيجي دور النحاس اللي بيساعد جسمك يمتص الحديد كويس من المعدة. كمان فيتامين بي 12 وفيتامين بي 6، ودول عمال الورشة واللي بيساعدوا في إنتاج الهيموجلوبين ويحافظوا على صحة الأعصاب، وكمان بيساعدوا في تكوين خلايا الدم الحمراء. كمان حمض الفوليك، لو في نقص في الخلايا دي، حمض الفوليك هو اللي بيظبط الدنيا وبيخلي الأكسجين يوصل لكل حتة في جسمك. الكبسولة الصغيرة دي مليانة كنوز، وكل مكون فيها ليه دور مهم عشان جسمك يكون في أفضل حال. الدكتور بقى بدأ يشرح لسارة إزاي الفيروجلوبين مفيد، وقال لها إنه مفيد في علاج الأنيميا ونقص الحديد، لأنه بيحل مشكلة نقص الهيموجلوبين وبيخلي جسمك نشيط تاني. كمان للحوامل والمرضعات، لأنه بيساعد في فترة الحمل لتعويض الحديد، وكمان في فترة الرضاعة بيساعد الأم على عدم فقدان طاقتها. كمان تساقط الشعر، لما مستوى الحديد بيزيد الدورة الدموية بتتحسن وبصيلات الشعر بتتغذى كويس، والنتيجة شعر أقوى وأقل تساقط. كمان مفيد في نضارة البشرة، لما الحديد بيزيد الدم بيوصل بشكل أفضل للجلد ويخلي البشرة أفتح ونضرة أكتر. كمان تقوية الأظافر، لأن الأظافر الضعيفة اللي بتتكسر بسبب نقص الحديد بتتحسن جدا مع الفيروجلوبين. بالإضافة لتحسين المناعة، لأن بفضل الزنك والفيتامينات اللي فيه المناعة بتقوى وجسمك يقدر يحارب الأمراض بسهولة. باختصار الفيروجلوبين مش مجرد علاج للأنيميا، ده مكمل غذائي شامل بيدعم صحتك من كل الاتجاهات. نرجع بقى لسارة. الدكتور كتب لها تاخد كبسولة واحدة من الفيروجلوبين كل يوم بعد الأكل بكوباية مية كبيرة، وقال لها بلاش تاخدي الكبسولة على معدة فاضية علشان ما يحصلش مشاكل في معدتك. كمان ابعدي عن الشاي لمدة ساعتين قبل أو بعد ما تاخدي الكبسولة، لأنه بيقلل امتصاص الحديد. لو قدرتي تاخديها مع عصير برتقان أو حاجة فيها فيتامين سي هيكون أحسن بكتير. كمان بلاش تاخديها مع مكملات الكالسيوم أو اللبن، وافصلي بينهم بساعتين على الأقل. سارة التزمت بكلام الدكتور، وبعد أسبوعين بدأت تحس بفرق بسيط. شعرها بقى أحسن، وشها بدأ يرجع للنضارة، ومع الوقت الطاقة رجعت ليها، وبقت تقوم من على السرير كل يوم حاسة إنها خفيفة ونشيطة. ولكن الحلو ما يكملش، زي أي حاجة في الدنيا الفيروجلوبين ممكن يسبب بعض الآثار الجانبية. زي إيه؟ زي اضطرابات في المعدة، إمساك أو إسهال، غثيان أو قيء. وبرضه بعض الناس ما ينفعش يستخدموا الفيروجلوبين. زي مين؟ زي في حالة إن عندك حساسية من مكون من مكوناته، كمان لو عندك زيادة في نسبة الحديد في الدم، أو لو بتعاني من قرحة أو التهاب في المعدة، أو لو ظهرت أي أعراض غريبة لازم توقفه فورا وتستشير الطبيب قبل ما تاخده.